رايحين. لوين يا رايحين؟ انت وعدتني ان احنا ننزل بدري وبرضه نزلنا متاخر، كده هنتاخر. بنحس بحلاوه رمضان اول ما بنشوف كل الحاجات دي بتتحط في السوبر ماركتات والمحلات والشوارع. زمان قبل ما يبقى فيه سوبر ماركت كان في عندنا بقال، وكان عندنا جزار، وكان عندنا فرارجي، وكان عندنا عطار. كل سنه وانتم طيبين. يلا تعالوا معانا في الجوله دي. اهلا، ازيكم؟ كل سنه وانتم طيبين. انا عارفه ان كلكم بتطلبوا فيديو مشتريات رمضان، وكلكم بتكتبوا لي تعليقات تسالوني عليه. انا السنه دي حبيت اعمل حاجه مختلفه شويه. جمعت لكم احلى والذ والطف لقطات اتعملت في فيديوهات السنوات اللي فاتت انا وطارق في الشوبينج بتاعنا. فيها نصايح وفيها تيبس وفيها توفير، وفيها ايه اللي نشتريه وايه اللي ما نشتريهوش، والحاجات اللي انا بعملها شخصيا في البيت عندي. هي مختلفه السنه دي، بس عملت لكم فيديو تاني وان شاء الله هينزل قريب على زينة رمضان، ونشتري ايه برضو ما نشتريش ايه والحاجات دي كلها، وانا شخصيا بزوق بيتي ازاي في رمضان. فان شاء الله استنوا الفيديو ده، هيعجبكم باذن الله. السنة دي مختلف شوية، والسنة الجاية ان شاء الله نعمل برضو فيديو مشتريات رمضان زي ما انتوا عايزين باذن الله، ما تقلقوش. اتمنى الفيديو يعجبكم، واتمنى يكون في اجابات لكل الناس اللي بتستنى الفيديو عشان تنزل تشتري. لو في عندكم اي اسئله او اي تعليقات اكتبوا لي في الكومنتات، ويا رب ان شاء الله رمضان مبارك علينا كلنا باذن الله. كل سنه وانتم طيبين. طبعا اي زياره للسوبر ماركت في اي وقت، سواء مشتريات رمضان او غير رمضان، لازم يكون معانا ورقه مكتوب فيها الطلبات اللي انا عايزاها، عشان ما اجيبش حاجه موجوده عندي اصلا، او ما اجيبش حاجه مكرره، او عيني تزوغ على حاجه المفروض ان انا ما اجيبهاش. فلما بكون لا كاتبه الليسته بتسهل عليا جدا وتخلي الشراء عمليه سهله واقتصاديه. بص بقى، الصلصه لا غنى عنها، اللي هي الصفيح دي وعليها الغطاء البلاستيك. دي تبقى لطيفه قوي ان احنا ناخد منها ونرجع تاني نقفلها بالبلاستيك وندخلها التلاجة. وعلبه كبيره ما شاء الله تكفي، احنا لو خدنا منها 2 تقعد معانا الشهر كله. طبعا احنا عندنا مشكله ان احنا عايزين نجيب زيت، وعايزين نشوف اسعار الزيت اللي بقت عامله ازاي. الفكره كلها انه الزيت احتياجنا فيه لايه؟ احتياجنا فيه للزيت علشان هنقلي بانيه، هنقلي سمبوسك، هنحمر القطايف، وكل الحاجات دي محتاجه زيت في رمضان. نحاول نرشد شويه من ناحيه ايه بقى، ان انا ممكن جدا ان انا احط السمبوسك في الفرن واحمرها. الزيت برضو لا غنى عنه، فعشان كده انا هجيب 2 لتر او 3 لتر. هحاول بقدر الامكان دول يكملوا معايا رمضان كله. ان احنا ممكن نعيد استخدام الزيت بس مره واحده بس، ارجوكم مش كذا مره واحده بس. بصوا بقى، لو هتجيبوا خل وعشان تعملوا بيه اي حاجه، وخصوصا السلطه مثلا، فانا انصحكم بخل التفاح مش الخل العادي. الخل العادي ده يعني بلاش. في المنطقه المفضله لجوزي لاولادي المكرونه. عايزه اقول لكم بقى انه اختيارات المكرونه هنا كتيره جدا جدا، بس عشان احنا عايزين نعمل حاجه توفير لرمضان، فانا بنصحكم تجيبوا الحاجه اللي تكفي معاكم وتقضي معاكم وقت كويس وتبقى عبوه كبيره. وخلي بالكم ان لسان العصفور الشعريه بيرموا، فانتوا ممكن جدا تقضوا رمضان بواحده زي دي مثلا، او 1.5 مثلا. نفس الكلام بالنسبه للشعريه اللي لسه شايفاها هنا. طبعا الامر ما يخلاش من مكرونه بالصلصه الحمراء، ومكرونه بالبشاميل، ومكرونه بالوايت صوص، عشان تريحي نفسك وما تتعبيش وتجيبي من ده وتجيبي من ده وتلاقي نوع اثر معاكي. هتوفقي ازاي ما بين البنه وما بين السباكيتي؟ هاتي نوع واحد كل الشهر كله وخلاص. يعني مثلا انا بقترح عليك، يعني اقتراح يعني المكرونه القلم الكبيره دي 40 دي كيلو، حلو قوي. يعني لو خدنا منها 3 كيلو اعتقد ان هم ممكن يكفوا معانا الشهر كله. ممكن بقى نسند جنبها بقى بمكرونه صغيره زي المكرونه الخاتم مثلا، او المكرونه القلبو. لو اضطرينا مثلا نعمل مكرونه بالبشاميل وما لقيناش عندنا الا حبه من دول، ممكن ندخل معاها واحده من بتاعه الكوع دي، شغاله مش هتقول لا يعني. فدايما دوروا على الحاجات اللي هي توفر معاكم في الشهر. من امثالي اللي ما بياكلوش المكرونه العاديه، في المكرونه اللي بالشوفان. المكرونه اللي بالشوفان مكرونه هايله جدا، وطعمها عايزه اقول لكم عادي جدا، ما بيفرقش خالص عن المكرونه العاديه. فالناس اللي زي حالاتي اللي عايزين ياكلوا مكرونه وما بيقدروش ياكلوا المكرونه العاديه اللي بالدقيق السيمولينا العادي او الدقيق العادي، اختيارات الشوفان موجوده ومصريه. برده من الحاجات اللي موجوده في العطاره ومهم جدا ان انتوا تشتروها منها الرز. وبرده زي ما بقول لكم، مش بس موجود فيه رز مصري، لا ده كمان فيه موجود دلوقتي الرز البني. الرز البني مهم للناس اللي بتعمل دايت وبتحافظ على
وزنها. الرز البني اليافه عاليه جدا، ومن الحاجات كمان اللي بتبقى بتمتص ببطء في الامعاء، عشان كده بيبقوا بينصحوا بيه الناس كمان اللي عندهم سكر. فيه هتلاقوا رز بني، وهتلاقوا غير الرز المصري كمان في رز بسمتي. الرز البسمتي اللي هو متوسط الحبه، مش الرز الطويل. طيب في كان حد قبل كده سالني على الرز البني. الرز البني صحي جدا ليه؟ بصوا، زي اي حاجه بني، زي القمح، زي الحاجات دي، النخاله بتاعته موجوده فيه، وبالتالي ما حصلوش تبييض، وبالتالي القيمه الغذائيه بتاعته كويس. يعني لو كالوريز، لو بنتكلم على الكالوريز، هو والرز الابيض تقريبا زي بعض، لكن لما بنتكلم على القيمه الغذائيه الرز البني اصح كتير. بياخد وقت على النار، بياخد وقت على النار، مش مشكله. ورانا ايه؟ ورانا ايه؟ هنحطه على النار زيه زي الباقي الحاجات اللي محطوطه على النار، بس المهم ناخد حاجه قيمه كويسه وصحيه. يا اما نجيب شعريه يا اما نجيب لسان عصفور. يا ترى انت عايز ايه؟ انا بحب لسان العصفور الصراحه. انا بحب الشعريه، نعمل ايه؟ يعني مره كده ومره كده، بلاش حاجه. طيب عشان خاطرك انت بس هجيب لك لسان عصفور. حاضر. مفيش لسان عصفور، مفيش. ما صدقت انت. والله مفيش. هجيب شعريه، نعمل لك ايه يعني؟ ما تنسوش تجيبوا برضو دقيق سميد عشان البسبوسه، الامر لا يخلو. مش تجيبوا خلطه بسبوسه، لا، تجيبوا الدقيق السميد بتاع البسبوسه. معلش بقى يا سلومه، انا بالذات البسبوسه هشتريها من بره. معلش. لا انا هنا هعترض وبشده. مين اللي لسه من اسبوعين طلب بسبوسه واكلها قال لي الله دي تحفه جدا يا سلمى؟ كنت بجاملك بس. لا يا راجل، خونه معلش خيانه. الا البسبوسه. طب القطايف في البيت ماتت. طب بالعلم لا. مش هجيب صعبة. مش هجيب سميد، ومش هعمل بسبوسه في البيت، وبروح هاتها بقى. تعالوا بقى نتكلم على حاجه مهمه جدا جدا بننساها كتير. البقول يا جماعه مصدر هام من البروتين النباتي، فلازم يكون معانا عدس، فول، فاصوليا بيضاء، لوبيا، ودي كلها حاجات مهمه جدا بالنسبه لي. فريك، الفريك برضو حلو قوي، يعني مش كل الشهر كله هناكل رز وهناكل مكرونه، لا نغير نعمل فريك مره. اللوبيا والفاصوليا البيضاء ما بنستغناش عنهم في البيت، نوع هايل من الخضار وفي نفس الوقت بروتين، فاتنين في واحد. وقبل رمضان ما يجي بسلقهم وبعدين احطهم في الفريزر متقسمين. الفول مسمار البطن والماده الاساسيه الخام للسحور، فاحنا محتاجين نجيب فول كتير. بس طبعا انا افضل ان لو كنا عندنا عطار مثلا بنتعامل معاه يكون الفول بتاعه حلو، تجيبوا فيه فول كيلو او كيلو ونص، يكفي معاكم الشهر، عشان ده الحقيقه مش هيكفي الا مرتين 2 3 بالكتير قوي. تعالوا بصوا الفول حلو ازاي. فاكرين لما اتكلمنا في السوبر ماركت وقلنا ان الفول، انا بحب الفوليه تبقى بيضه وحلوه كده، مش دايما بتلاقوها، لكن بصوا الفول هنا جميل ازاي. بصوا الحبايه حلوه وكبيره وبيضه ازاي، ده احلى، تطلع احلى فول مدمس في الدنيا. سكشن المعلبات ده كله انا الحقيقه مش بشتري منه غير حاجه او 2 بالكتير قوي قوي. ليه بقى؟ دي معلبات معموله في ميه حافظه، وبالتالي مش مهم ومش مفيده. معظمها حاجات انا ممكن ليها بدائل، زي المشروم، ما انا بجيب المشروم الفريش ومنتهى الجمال وحلو جدا جدا. فول، احنا بندمس فول في البيت. لكن الحاجتين اللي انا بحب اجيبهم الحقيقه يعني هي الذره، دي ماركه مصري بتاعه ذره. بجيب كمان علبه حمص. ليه؟ انا ببقى عندي حمص مسلوق في الفريزر، بس احيانا الامر ما يخلاش ان انا مثلا ابقى مستعجله واللي في الفريزر ده ما تفكش لسه، فبجيب واحده احطها عندي احتياطي. طيب اللبن اساسي، فاحنا لازم نجيب لبن. طيب نجيب اللبن ايه بقى؟ كامل الدسم ولا خالي الدسم، ولا نجيب لتر ونص، ولا نجيب نص لتر، ولا نجيب لبن بودره، ولا نعمل ايه؟ بصوا، هو اللبن لا غنى عنه. هنعمل بشاميل عايزين لبن، هنعمل دقيق ولبن علشان الشربات، كوبايه الشاي باللبن اللي بعد الفطار ان شاء الله، فاحنا محتاجين لبن. طيب انا شايفه ان الاسعار تقريبا كلها يعني تقريبا زي بعض، بس دوروا على العلبه الكرتون، بلاش تدوروا على العلبه البلاستيك. العلبه البلاستيك بتبقى اغلى شويه من العلبه الكرتون. اللبن بيستهلك طول الوقت، فانا مش اللبن مش هجيب من الاول كده هو مثلا 6 مره واحده، فخلينا نجيب 2 ب3 ب2 نمشي بيها ايه واحده واحده كده. بس عارف كمان ايه؟ كمان هجيب كمان لبن بودره. اللبن البودره بقى ده هينفعني في ايه؟ ان انا لو عايزه مثلا اعمل بشاميل ومزنوقه واللبن مفيش، فاللبن البودره بيساعدني قوي في الحاجات اللي زي دي. انتوا عارفين المشروبات الاساسيه في رمضان الكركديه وقمر الدين، دول بالنسبه لي اساسي. انا الكركديه بيجي لي من اسوان، ناس حبايبي بيجيبوا لي، واحلى كركديه في الدنيا اللي بيتجاب من اسوان. بكمل بقى بمشروبات تانية لازم نخلي بالنا منها. عندكم ليمون حلو جدا، ليه ما نعصرش ليمون؟ الليمون المصري ده جميل جدا جدا. عندنا كمان خروب، وعندنا تمر هندي، فما تجيبوش كتير من قمر الدين علشان تقدروا تستمتعوا بانواع تانية من المشروبات. وان شاء الله باذن الله حلقه المشروبات هتنزل قريب. ان ازاي نعرف ان قمر الدين ده حلو؟ هقول لكم بقى.
مثلا ادي عندنا ده نوع وده نوع. طيب ده نوع فاتح وده نوع غامق، هل الفاتح والغامق مين الاحلى فيهم؟ احنا نعمل ايه عشان نعرف نشم ريحته مش صح ولا لا؟ نفتح الكيس من الجنب كده ونشم. شوف التاني بقى. لا ده حلو قوي، ده شميت ريحته على طول. لا حلو، ده حلو، مش شرط اللون، مش شرط. نيجي بقى للتمر. بصوا بقى، انا قلت لكم قبل كده تمر سيوه حلو جدا، تمر الوادي الجديد رائع. ممكن لو حابين ان انتوا تعملوا منها بوكس مثلا تدوه هديه لحد، رايحين رمضان تفطروا عند حد، يعني لو سمحت لنا الكورونا ان احنا نفطر ونعمل لقاءات عائليه، ممكن تاخدوا مجموعه من التمور الحلوه بتاعه المدينه، بتبقى لذيذه قوي قوي. العجوه، عايزه اقول لكم العجوه هتحتاجوها، تجيبوها من اول رمضان عشان ما تضطريش تنزلي تاني في الشهر عشان تعملي منها حاجات حلوه، الكحك والقراقيش اللي بالعجوه والحاجات اللي نبتدي نشتغل فيها اخر الشهر الكريم باذن الله علشان العيد. الخشاف مهم قوي، الخشاف. وزي ما اتفقنا احنا برضو ما بنحبش نعمل خشاف انا في بيتنا نعمل كتير، فانا بجيب دايما علبه من كل حاجه تكفي بقى. لو عندي حد لو محتاجه ان انا اعمل صنف معين يكون بالخشاف، فباخد حاجه من كل حاجه. باخد علبه من المشمش، والمشمش ده على فكره حلو جدا لانه مشمش جامبو كبير حلو. وباخد واحده قراصيا، وبفضل ان احنا نجيب القراصيا اللي هي تكون منزوعه النوى. تيجوا بقى نتكلم على اللحمه والفراخ. تعالوا نتكلم على اللحمه والفراخ. ما بلاش كيلو اللحمه بكام النهارده؟ طيب بص هقول لكم حاجه، خلينا يعني انا كل سنه انتوا عارفين انا باجي وباخد اللحوم والفراخ من السوبر ماركت، لان انا ببقى عارفاهم وضمناهم، والجزار بيقطع لي الحاجه بالطريقه اللي انا عايزاها. اللحوم عندنا كذا اختيار، دايما بجيب لحمه مفرومه، ودايما بجيب حاجه للخضار، ودايما بجيب حاجه عشان صينيه. الصينيه بيبقى ليها الانتركوت، والانتركوت هنا حلو قوي شكله جميل. هاخد من الانتركوت كيلو ونص، تبقى مره او مرتين كفايه قوي ان انا اعمل الصينيه. وهاخد بقى لحمه مفرومه. اللحمه المفرومه هقسمها على ارباع، هاخد تقريبا كيلو ونص، هقسم الكيلو ونص ده على ارباع. حاجات منهم هعملها معصجه، وحاجات هقول لكم هنعمل بيها انواع مختلفه من الكفته. هحط مع اللحمه المفرومه حاجات تانية عشان الكفته تبقى صحيه وفيها مكونات اخرى تزود برده قيمتها، وفي نفس الوقت برده تزود الكميه بتاعتها. هجيب لحمه الخضار وهجيب اللحمه المفرومه. اللحمه المفرومه خلي بالكم ما تبقاش لحمه صافيه، لازم تبقى فيها سنه ملبسه. يعني ايه؟ يعني تبقى فيها شويه دهن علشان تمسك لما بنيجي نعمل الكفته. لو هنتكلم بقى في موضوع الفراخ بالذات، فاحنا هنا هنتكلم على ان ايه الامثل اجيب ايه. الامثل اجيب ايه؟ انا بفكر وشايفه بقترح عليكم يعني ان لو جبنا فرخه كامله، الفرخه الكامله دي هتقدري تعملي منها حاجات كتيره قوي. اولا تقدري تاخدي الصدور مثلا وتعملي منها مكعبات تعملي بيها اي حاجه. الوراك ممكن تتعمل بيها حاجه. العظم ممكن نسلقه ونعمل منه مرقه وعلشان الشوربه. فالفرخه الكامله هتبقى على المستوى العام احسن لك من ان انت تشتري قطعيات. فانا لو هجيب فرختين كاملين وهقطعهم ارباع، وهجيب وراك او دبابيس. تحب ايه، وراك ولا دبابيس؟ انت بتبص على المخلل ليه؟ انت عايز مخلل؟ صراحه انا عايزه افهم فكره المخلل ورمضان، يعني حد يشرحها لي دي، عشان المخلل بيعطش مع السحور بقى بالليل والفول وكده. ما انت هتصحى عطشان. مشكله، المهم تصحر كويس. يعني هجيب لك مخلل. هنا سكشن البهارات، زي ما انا قلت لكم البهارات تشتروها صحيحه وتعملوها جميل. لازم يا جماعه تعملوا كميه بهارات وتحطوها عندكم في الفريزر، ما تشتروش الجاهز بسبب بسيط جدا، انه بقاله كتير طعمه مش حلو، ممكن يكون مخلوط بحاجات احنا مش عارفينها. لو مضطرين تجيبوا جاهز هاتوا اللي في الاكياس. ليه؟ عشان في الاكياس بيبقى ارخص شويه من اللي متعبي في برطمانات ومتعبي في ازايز، لانه هيحسب عليكي قيمه البرطمان وقيمه الازازه. تكون انت عندك برطماناتك وحاجتك بتفضيها فيها وخلاص. جميل. انا الحمد لله بهاراتي كلها عندي جاهزه في البيت، وعملت المجموعه بتاعت بهارات اللحمه وبهارات الفراخ يا جميل، وهتلاقوا الفيديو موجود عندكم في القناه، شوفوه. انا شخصيا هنا حاسه ان انا كاني مثلا في ديزني لاند. عارفين لما العيال الصغيره تدخل محلات اللعب او محلات الالعاب؟ انا بالنسبه لي هنا مكان البهارات ده يعتبر بالنسبه لي زي ما يكون ان انا في محل لعب. انا عايزه اخد من كل فيلم اغنيه. ورق اللوري بقى ده حبيبي بموت فيه،
بيسموه كمان الرن، يعني بيسموه ايه، الجوكر. استعمليه في كل حاجه وحطيه في كل حاجه. ارميه وانت بتسلقي فرخه، ارميه مع الرز. انا بحط لوري مع الرز على طول، مش قادره اقول لك بيطلع ريحته في منتهى الجمال ازاي. وطبعا لما يطحن ده بقى بيدخل مع بهارات بقى الفراخ، بيدخل مع بهارات البرياني. مهم قوي يكون عندي في رمضان الشيدر والموتزاريلا المبشورين، دول ما بستغناش عنهم. احيانا بلجأ ان انا اجيب من الموتزاريلا المبشوره علشان لما اتزنق احطها في الفريزر، لكن انا بحب الموتزاريلا الكور الفريش، مش دايما موجوده، لما تلاقوها هاتوها. منظر يشهي بصراحه. انا اشوف المنظر ده وببقى بحلم بس بعيش وجرجير وكوبايه شاي. بصوا الجمال والنبي، شكلها تحفه. طبعا جبنه القريش انا ما بستغناش عنها علشان السحور، بحبها جدا جدا. بحط معاها شويه طماطم وزيتون ونعناع وزيت زيتون، رائعه الجمال. من الحاجات التانية المهمه اللي انا بحب اجيبها، بجيب الزيتون الكلاماتا، ده برضو ما بستغناش عنه علشان حشوه الايه السمبوسه بتاعه رمضان، او لو عملت لهم بيتزا. ما تحبوش تشتروا الجبنه اللي انا قلت لكم عليها هناك، في كمان بيبقوا السوبر ماركت نفسه بيبقى عامل ميكس اجبان، وبيبقى بشره وحطه في العلب دي، فبيبقى لذيذ. وده انا ما بستغناش عنه، بجيب زي دي، بجيب واحده او اتنين بحطها في الفريزر، مهمه جدا جدا. البراميل اللي انا دايما باخدها باخد قالب كده على بعضه ويبقى ناشف، ما يبقاش طري، احنا بنحبها ناشفه. شكرا. تعالوا بقى نتكلم على الزبادي. طبعا الزبادي برضو زي حاجات تانية كتير كله غلي. احنا ممكن نعمل الزبادي في البيت على فكره يا جماعه، وخصوصا الزبادي اليوناني، لانه الزبادي اليوناني من الحاجات اللي هي صحيه اكتر. صحي اكتر ليه؟ عشان نسبه البروتين فيه اعلى. فاحنا ممكن نشتري واحده زبادي يوناني واحده بس، تكون كامله الدسم وتكون ماركه كويسه، ونعمل زبادي يوناني في البيت عادي جدا. داخلين على شهر رمضان، هنعمل بسبوسه، هنعمل كنافه، محتاجين سمنه. انا الحقيقه مش بستعمل ده كله خالص، بستعمل السمنه دي. لو لقيتوا دي او لقيتوا عزبتنا او لقيتوا سمنه الاسكندريه تجيبوها، هي دي سمنه مظبوطه، وهي دي اللي تقدروا فعلا تستعملوها. واحده بس سلومه كفايه ولا اجيب واحده ثانيه احتياطي برضه؟ لا يا سيدي، ما انا عندي مخزن سري للسمنه بتجيلنا من الشرقيه، سيادتك سمنه بلدي اصيله. الحاجات الحلوه اللي انا بحب اعملها ان انا احب بفرزر شويه خضار بحبهم. يعني مثلا انا عملت خلاص السبانخ وفرزرتها وجميله جدا جدا، بس في حاجات برضو بحب اجيبها من السوبر ماركت، زي مثلا الخرشوف. انا عارفه ان انت مش بتحبه، انت مش بتحبه، بس الحقيقه انا بحبه جدا الخرشوف. بس ماشي يا عم، انا عندي كيسين بسله في الفريزر، هجيب لك واحد زياده وخلاص. بذمتك شفتي حد ما بيحبش البسله غيرك انت؟ ده على فكره في 5 6 تانيين في العالم على فكره، ودول كلهم من العظماء عشان تبقى فاهم. عالم الشاي بقى، عالم الشاي والمزاج. بعد الفطار لازم نحبس بكوبايه الشاي، ما ينفعش والسحور كمان لازم نحبس بكوبايه الشاي. بنصحكم دايما تجيبوا الشاي اللي هو هيقعد معاكم الشهر كله. مثلا العلبه بتاعت ال100 فتله تاخدوا منها مثلا علبتين، مفيده جدا. لا عيب، احنا اتكلمنا على موضوع التوابل ده، عملنا حلقه كامله على التوابل، وقلنا ال7 بهارات، وقلنا توابل الفراخ. بصوش هنا خالص. تعالوا بقى ناخد بس ملح. سلومه ايه ده انت هنا؟ انا بدور عليك. بنحس بحلاوه رمضان اول ما بنشوف كل الحاجات دي بتتحط في السوبر ماركتات والمحلات والشوارع. فعلا الزينه دي بتدي بهجه جميله. دايما بحب كده اطعم من ان الاخر بفوط جديده احطها في حمام الضيوف، او حتى لينا احنا برضو. فالفوط دي لذيذه لطيفه، وفي الفوط المكتوب عليها رمضان مبارك دي برضو حلوه قوي. بالنسبه بقى للزينه والتعليق، من كام سنه كده بدت تنتشر اللي هي الزينه اللي معموله بالفلين. حلوه لانها بتعيش، مش زي الورق اللي بيتقطع. اي نعم، انا عارفه ان احنا ممكن جدا لو نزلنا وسط البلد زي مثلا العتبه ودرب البرابره ودرب سعاده والحتت دي، هنلاقي حاجات زي كده كتير، انا متاكده، وهتبقى ارخص. بس مفيش مانع ان احنا واحنا بنشتري مشتريات الشهر نحط حاجه منهم كده. المفارش حلوه جدا، بس دايما بحس ان المفارش لونها بيبقى طاغي جدا. يعني انا لو انا عايزه احط اكل رمضان على مفرش زي ده، الوانه كتيره قوي. انا احب مثلا احط ده على مفرش جانبي ويتحط عليه مثلا تمر وخلاص، لكن المفرش اللي هاكل عليه في السفره احب اطباقي تبقى باينه والصحون بتاعتي تبقى باينه، عشان كده المفرش ده يبقى زاعق كتير قوي على حاجه على اكل رمضان. نبقى ساعتها نحط مفرش ابيض عادي، لكن مفارش زيتي تحطوها في الركن وتحطوا عليها مثلا طبق تمر، طبق مثلا الحلويات بتاعه رمضان، شويه البقلاوه والحاجات دي. دايما بحب اجدد في الديكوريشن بتاعه البيت، يعني اجيب فانوس جديد،
اجيب مفرش جديد، اجيب حاجه شكلها حلو. هنا انا عجبني قوي ان في هنا الكوبايات الصغيره الاستكانات دي، بص لذيذه ازاي، شكلها حلو. دي بتبقى اضافه لطيفه نقدم فيها الشاي بعد الفطار، نعمل فيها شاي اخضر، بتبقى حلوه برده. نفس الكلام بالنسبه للكاسات. انا بقى شايفه ان الكاسات دي حلوه قوي قوي، مكتوب عليها، مش مكتوب عليها حاجه، دي حروف عربي بس شكلها حلو، مناسبه قوي لرمضان. في كمان اللي هم بتوع القهوه العربي، لو انتوا بتحبوا القهوه العربي انا شايفاهم حاطين الحاجات الصغنطوطه بتاعت القهوه العربي الحلوه دي. شفشق حلو علشان نحط فيه القمر الدين، الكركديه، الحاجات دي، وخصوصا لو كان عندنا ضيوف بتبقى شكلها حلو. بصوا بقى هوريكم حاجه حلوه، تعالوا شوفوا. انتشرت بقى مؤخرا الفكره الحلوه دي، اللي هي بتبقى البرطمان اللطيف اللي بيبقى عنده الحنفيه اللي هنا دي. الحنفيه دي بنقفل ونفتح وننزل منها، بتبقى لطيفه قوي. اتاكدوا بس من حاجه، اتاكدوا ان الحنفيه دي بتبقى واسعه من جوه كفايه، عشان انا مره اتخميت اشتريت واحد زي دول والحنفيه طلعت بتنزل سرسوب صغير قوي، وكان عندي ضيوف وفرحانه بقى جايبه حاجه جديده وحطيتها، والناس يا حرام فضلوا واقفين كده اهو ويعملوا، ودي نازله يا عيني سرسوب صغنطوط خالص، وطبعا طلعت روحهم. اضطريت بقى ان انا اروح شايلاهم وجايبه الشفاشق القديمه بتاعتي. بصوا ده كمان حلو قوي قوي الشفشق ده، بصوا ده على شكل اناناسيه كبيره كده وله غطا من فوق، وبرده هنا الحنفيه بتاعته. اللي عايز بقى يعمل ديكوريشن في هنا برده بتبقى لطيفه الحاجات دي، اللي هي التعليق اللي بنحطها والفوانيس. وما تنسوش لما تجيبوا الفوانيس ظريفه جدا جدا، تجيبوا معاها الشمع الوحدات ده. ايه رايك يا طارق ناخد ده؟ جميل. من الحاجات الحلوه برضو اللي بنصحكم ان انتوا تجيبوها، اللي هي الفوط اللطيفه بتاعه رمضان واللي مكتوب عليها هلال ومرسوم عليها فانوس. ممكن كمان لو لقيتوا حجم اصغر يبقى احسن، دي على قد غسله الايد كده لطيفه، وخصوصا لما بيكون عندنا ناس بتبقى حلوه قوي في رمضان وبتقعد من السنه للسنه. كفايه بقى سلومه دي. خلاص والله خلاص، اخر حاجه هنا عجبتني هنا هجيبها. بص حلوين الازايز دي ازاي، الازايز دي لذيذه قوي قوي علشان القمر الدين والكركديه. بص حلوين قوي وبيقفلوا من فوق كده وبيفتحوا، حلوين جدا جدا لرمضان دول. ايه ده كله يا سلومه؟ ده ايه الحاجات دي كلها؟ ايه يا عم انت، يا رمضان بقى وانتوا بتقعدوا تقولوا عايزين ده وعايزين ده ايه كده بقى، علشان خلاص طارق تعب مني. يلا بينا بقى الحاسب. وجعت كمان. وجعت. اتمنى تكون الجوله عجبتكم، واتمنى تكون المعلومات افادتكم. يا رب ان شاء الله رمضان كريم علينا وعليكم، وكل سنه وانتم طيبين. يا رب نصوموا وتفطروا على خير. اشوفكم الحلقه الجايه. باي باي.